السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وبأحسن حال. النهاردة روتين بإذن الله كده مليان تنظيف ترويق الشقة. بعد طبعا الولاد ما خرجوا وراحوا على المدرسة، ولادي وزوجي، فالأوضة زي ما انتم شايفين قلت ايه انضف واغير الدفاية بتاعت السرير واشيل كل حاجة كده وانضفها. في أوضة البنات، دي أوضة البنات، وبره اهو انا حاطه اللحافه على مكتب الكمبيوتر. دي اوضه البنات زي ما قلت لكم. هنا الكوفرته اللي كنت بكوي عليها على المكتب بتاع بنتي. كله ده هيتروق وهيبقى زي الفل باذن الله. وهنطلع بره، دي الاوضه بتاعه البنات، دي بقى اوضه الولاد. انا بعد ما غيرت الفرش، بعد ما نفضت على كده اللهم صل على النبي وطبقت البطاطين، قلت خلاص انا هغير الدفايات كلها بتاعت الاولاد. الارضيه اهي، شلت الدفايه بتاعت البنات الوسخه هنا حطيتها عشان ابقى احطها في الغسيل اللي هيتغسل. دي الكنب، طبعا بعد الولاد ما بيخرجوا ويروحوا المدرسه الدنيا بتبقى مقلوبه. وهو الكنبه التانية اهو، مش شايله الفرش بتاعتهم عشان كنت غسلاها. وهنضف واروق بقى الجزئيه دي كلها مع بعض. النهارده باذن الله هنعمل اوضه البنات واوضه الولاد اهو بالشكل ده، الاوضتين. وهنعمل ايه ان شاء الله؟ يعني هشيل البطاطين دي واركنها على جنب، وهغير برضو الدفايه وانفضها المرتبه كويس. وزي ما متعودين مني لان المرتبه دي اكبر من السرير، ان شاء الله باذن الله كده ابقى انجدها باذن الله كده ونعملها على قد السرير بالظبط، وهتعلى كمان عن كده. فان شاء الله باذن الله كده هيبقى فيه باذن الله الايام اللي جايه كده شغل باذن الله. لو قدرت اصورها لكم باذن الله هصورها، لو ما ارادش ربنا يبقى ان شاء الله هوريكم الشكل النهائي بتاعها. همسك السرير برضو اشيل كل اللي عليه وانفض كويس واقلب المرتبه ونفرشها فرشه حلوه، واوريكم الجزئيه يعني بتاعت الشقه دي هيبقى فيها ايه، وهوريكم ان شاء الله هنجهز اكل ايه النهارده، يومنا هيكون ماشي ازاي. انا اول حاجه عملتها في اوضه البنات مسكت المرتبه اديتها علقه محترمه ونفضت السرير ولمعته. ودلوقتي طلعت الدفايه دي هفرشها كده فرشه حلوه كده. وهوريكم شكل السرير بعد ما يتفرش. طبعا كلنا عارفين بنفرش السرير ازاي. طرف الدفايه، عشان في ناس كتير قالت لي ان دايما بتفرش الملايه او الدفايه بتتزحلق وتقع من على السرير. الحل ان انت ترفعي طرف المرتبه وتخلي جزء من تحت، جزء من الملايه او الدفايه تحت طرف المرتبه كده، وتزقها على الحيط او توسطنيها وتحطيها برضو على الاطراف بتاعه المرتبه، بحيث تبقى ماسكاها المرتبه، تبقى ماسكه الدفايه او الملايه او ايا كان اللي انت هتفرشيه على السرير، تبقى ماسكاه من هنا ومن هنا ومن هنا، والجزئيه اللي من هنا هتبقى ماسكه في الملايه او الدفايه، مش هتفك ابدا ولا هتتزحلق ولا هتتخلع. ان شاء الله كده هفرشها واوريها لكم شكل السرير النهائي بفرشه ازاي. وهو يا حبايبي الحاجه اللي بقصدها، بتمسكي طرف الدفايه. معلش انا كنت بصور، كنت فاكره ان التليفون بيصور واتاريه هو ايه مش بيسجل. بصي تمسكي طرف الملايه، بصي جزء كبير كده، وتدخلي تحت المرتبه وتدخلي بقى وتدككيها بقى في المرتبه من تحت. بصوا ايدي قد ايه كده داخله تحت الملايه. هتاخدي كده تحطي ايدك تحت المرتبه وتفضلي ماشيه كده 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 كأنك بتدككيها في الملاية في المرتبة. بصوا بتبقى عاملة كده داخلة تحت المرتبة. وهنا برضو من الطرف كده لحد هكملها لغاية اخر المرتبة، وعاملة برضو جزء من هنا عشان يوريكم في الصورة في الفيديو كده يبقى باين واضح معاكم كويس. هندكك جزء من الملاية او الدفاية تحت المرتبة، بحيث الولاد يتنططوا يروحوا يجوا يلعبوا. انتوا عارفين حركة الاطفال مش هتتخلع خالص ابدا ابدا لحد ما انتي تشيليها بنفسك وتغيريها تاني مره. هكمل الملايه كده برضو تدكيك اطرافها تحت المرتبه، واوريكم شكلها هي ومفروشه على السرير بتبقى ماسكه نفسها وملمومه وشكلها حلو ازاي. ودي شكلها بعد ما فرشتها، بصوا منظرها منسق وجميل ازاي. دلوقتي تلبس المخده، البس المخده واعملها بالنظام اللي انتوا اعتدتوا تشوفوه معايا كل مره. وهوضب المكتب،
هطبق الكوبرت اللي عليه وهشيل الحاجات بتاعت الاولاد المرميه في الارض وانضفها واوريكم شكلها بعد التنظيف بتبقى عامله ازاي. طبعا التلميع بنبل فوطه عليها ميه وخل فقط لا غير ونلمع بيها الاخشاب بتبقى. وادي يا حبايبي شكل الاوضه النهائي بعد ما اتنضفت واتفرشت وطبقت البطاطين بالشكل ده. غيرت طبعا كسوه المخده، وهم الشنطه دي المتعلقه في السرير فيها توكهم واكسسواراتهم والحاجات بتاعتهم. والكومودينه دي كانت كومودينه زياده زي ما قلت لكم قبل كده في اوضه النوم بتاعتي، فانا حطها لهم هنا في اوضتهم. والدولاب وكل حاجه متنضفه والارضيه متنضفه اهو. والبلاط الجزء الفاضي من البلاط اللي قدام المكتب ده بفرش مشاية صغيره بس هي دلوقتي بتتنشف. وادي شكل المكتب بتاع بنتي. نظمت الكتب في الادراج من تحت وظبطت الامور. انا بحط المكوى هنا لان انا المكتب ده كبير وما شاء الله هو كبير وتقيل، فانا بكوى عليه هدوم اولادي وزوجي او هدومنا عموما كلها، فبركن المكوى هنا على جنب. وهنا اللانش بوكس بتاع بنتي، وهنا المكتب التاني بتاع الكمبيوتر برضو بنتي بتذاكر عليه برضو. وشنطة اللابتوب بتاعت جوزي اهي، ومشبك غسيل مش عارفة مين جايبه هنا اهو. المنظر النهائي بتاع الأوضة ما شاء الله جميلة جدا ونظيفة وزي الفل. وبرضو لما يكونوا ولادك موجودين حاولوا يخليهم يساعدوكي وكده في تنظيف البيت وتنظيف الشقة وكده. وزي ما انا وريتكم في فكرة قبل كده، انا حاطة في الظهرية بتاعة الدولاب معلقة شماعة بالشكل ده بيعلقوا عليها ولادي اهو، شماعة بيعلقوا ولادي عليها الهدوم بتاعة المدرسة والجواكت واللي زي ما انتوا شايفين كده. وادي الدولاب اتلمعت المرايات بتاعته وتوضب وتنضف وبقى زي الفل، والاوضه بقيت قشطه وفله وزي الفل كده. ولادي كانوا يجوا من المدرسه يلاقوا اوضتهم كده نظيفه وزي الفل ينبسطوا جدا وتشجعيهم وتفتح نفسهم على انهم يقعدوا يذاكروا كده ويبقى كلهم نشاط وحماس. انا الفيديو ده كنت هعمل روتين لتنظيف الشقه كلها، بس قلت الفيديو ده خليه وحده لتنظيف اوضه بنتي وتنظيف اوضه النوم بتاعتي الرئيسيه. وريتكم شكل الاوضه بتاعت بنتي بتاعتي انا الرئيسيه بتاعتي انا وزوجي الرئيسيه متوضبه ومتنضفه. هي ما بتاخدش وقت كبير قوي في التنظيف لان دايما بنضفها واوضبها، بحيث زوجي لما يجي في اي وقت وحب يريح شويه من لما يجي من الشغل يريح شويه، فتبقى الاوضه نظيفه وهاديه ورايقه كده على طول. كده قبل ما اخرج ارش حبه معطر في الاوضه او عود بخور تخلي ريحه الاوضه والمكان نظيف. طبعا احنا مقفلين في الشتاء فالجو بيبقى مكتوم، وممكن ريحه الاكل لو المطبخ بتاعك قريب من الاوض وكده فهيعبي ريحه الاوضه او الشقه كلها هتبقى ريحتها اكل. فمن وقت للتاني افتحي اول ما تصحي من النوم والولاد يخرجوا افتحي شبابيكك وهوي ودخلي طاقه ايجابيه جديده وخرجي الطاقه السلبيه. وانا في قمه الانبساط وفي قمه السعاده لما بناتي صغيرين، بنتي في 6 ابتدائي بتقول لي يا ماما صحابي البنات لما بيحبوا يروقوا بيشغلوا الفيديو بتاعك ويروقوا زي ما انتي بتروقي. قد ايه انا انبسطت جدا وفرحت جدا بالكلام ده، ان انا بشجع بنات صغيره على ان تساعد مامتها وتحافظ على نظافه مكانها وبيتها واوضتها. فيعني الحمد لله يعني حاجه جميله جدا لما الواحد يحس بالشعور ده ان هو بيعلم حد وبيفيد حد بحاجات. ولما الاقي جيراني ولا لما الاقي حد كانش يعرف وصفه او ما كانش يعرف طريقه اكله معينه معجنات حاجه كده ويفتح الفيديوهات بتاعتي ويعملها وتطلع ناجحه معاه، فانا والله بكون في قمه السعاده. ربنا يجعله في ميزان حسناتي يا رب واللهم بارك. فالحاجات دي بتبسط جدا بتفرح جدا، بتحس ان ليك دور في الحياه. وكنت سامعه فيديو او قريت بوست في الفيسبوك، قريت حاجه على الفيسبوك ان ينطبق علينا حديث الرسول فيما معناه ان اللي بينام بالليل ويحط دماغه على المخده وهو تعب ومجهد وشقيان بمعنى اصح، سواء راجل او ست، ما الست برضو بتشقى في بيتها مع اولادها وشغل بيتها وتيجي على اخر اليوم بتحط دماغها بتروح في النوم، بيبقى ثوابها عظيم عند ربنا. كل حاجة بتشتغليها احتسبيها لوجه الله واحتسبيها عند الله عشان ربنا يجازيك ويديك حسنات عليها.
ومفيش اي حد هيموت من كتر الشغل او كده يعني. برضو من غير ما نجهد نفسنا بالزيادة ونرهق نفسنا بالزيادة، خلي ايدنا في الحاجة على طول اول باول. احنا عارفين طبعا ان كلنا معانا اولاد، واللي بنتعب فيه وظهرنا يتقطم فيه بيجوا الاولاد من مدارسهم، او يجوا الاولاد في 5 دقايق بيقلبوه. ده حال كل بيت وكل اسرة وكل بيت فيه اطفال صغيرين. فما تكليش وما تتعبيش. حاولي تعودي ولادك على انهم يشوفوا المنظر النظيف الحسن في بيتهم. يتعودوا على ان شايفين منظر النظافة. عايزه اقول لكم حاجه، ان انا لما اقول لاولادي يلا بينا ننظف، يعني بصوا خليه نحل بتنتشر كده، كبار وصغيرين، ده بيعمل حاجه وده بيعمل حاجه، وبيبقوا مبسوطين لما اقسم عليهم شغل البيت واقول لهم حد يعمل الاوضه دي وحد يعمل المكان ده وحد يعمل ده، وانا هبقى في المطبخ، او وضبوا ونضفوا، وانا هعمل لكم حاجه حلوه. هدخل المطبخ لو لقيتكم منظفين ومروقين مكانكم وكل واحد المكان اللي انا قايله عليه يتنضف ويبقى زي الفل، بينضفوه بيطلعوا نظافة المكان اللي انا بقول لهم عليه زي ما انا بنضفه بالظبط. خلي ولادك يشوفوكي في طريقتك في تنظيفك، بيطلعوا الحاجة نظيفة وزي الفل زي ما انت بتعمليها بالظبط. هنا هوريكم كمان الأوضة بتاعتي بتاعت النوم بتاعتي الرئيسية. نضفتها طبعا زي ما انتوا شايفين كده، ببقى منضفاها ومخليها زي الفل، وابقى حاطه السبح زي ما انتوا شايفين على اطراف السرير من هنا ومن هنا زي ما قلت لكم كذا مره في الفيديو، بحيث اعملي ورد يومي قبل ما تنامي انت وزوجك. تسبيح، صلاه على الرسول قبل ما تنامي. بيبقى ثوابها عظيم عند ربنا، وانت خدتي حسنات ونمتي على ذكر ربنا انت وزوجك. اهو السرير متوضب والدولاب متلمع وخشب البيت متلمع، وكمان ما نسيتش ولادي. وادي يا حبايبي شكل السفرة النهائي. الرز الاصفر الجميل بصوا زي حبات الكهرمان، والسلطة البلدي بتاعتنا، والسمك البلطي المقلي. اهو شكل السفرة. وادي الرز برضو اهو، بصوا الحبة بحبتها، والسمك المكريل ريحته قلب البيت كله. يا رب يكون التقديمه بتاعتي حلوه وعجبتكم. اهو تنفع عزومه جميله جدا، والاصناف ما شاء الله جميله ومشرفه. اتمنى الفيديو بتاعي يعجبكم، واللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك في القناه ويفعل الجرس ويسيب لنا تعليق حلو ودعوه حلوه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.